شجرة أقدم من دول وحضارات. عارف لما واحد يبقى ملوش تاريخ، ملوش حضارة، ما عندوش حاجة عظيمة يحكيها لأولاده وأحفاده، فأول حاجة يعملها إنه يسرق تاريخ وحضارة غيره وينسبها لنفسه، ولو ما عرفش يعمل كده بيحاول يشوه التاريخ ده ويمسحه بأي طريقة. ده بالظبط حاجة من الحاجات اللي بتتعمل في إخواتنا في فلسطين من ولاد العم. مش مكفيهم القتل والتهجير والسرقة، لا، دول عاملين عقلهم بعقل شجرة، ما الشجرة دي أقدم من دولتهم وأقدم من الدول اللي بتساعدهم كمان. فلسطين مشهورة بثلاث حاجات: صمود أهلها، الكوفية الفلسطينية، وشجر الزيتون. شجرة الزيتون في فلسطين مش مجرد زي أي شجرة مثمرة أو أي زرعة، لا، دي تاريخ. الشجرة دي شاهدة على كل جريمة ارتكبت في حقهم، شاهدة على كل بيت اتهجر أو اتهدم أو سكن فيه كل مستوطن حقير، شاهدة على إن الأرض دي فلسطينية مهما حصل ومهما مر الزمان. في جنوب القدس تحديدا في بيت لحم في قرية الولجة شجرة بنفس اسم القرية، الولجة. الشجرة دي عمرها أكتر من 5500 سنة، مسمينها هناك أسامي زي أم الزيتون، المرأة العجوز، وعروس فلسطين. طبعا حقهم، دي أقدم من أمريكا، بفرنسا، بألمانيا، ببريطانيا كمان، دي أقدم من قارات ودول ومنظمات. عشان كده الاحتلال طول الوقت بيحاول إنه يدمرها، وقاطعين عليها المية بشكل كبير، وبنوا قدامها الجدار العازل ده، غير الانفجارات والضرب عشان الشجرة تتأثر وتموت. الموضوع عامل لهم هسس في دماغهم لدرجة إن الحاخامات عندهم بيفتوا بجواز تدمير شجر الزيتون، بالإضافة لجواز ضرب الفلسطينيين وهم بيحصدوا شجر الزيتون. عشان كده في الكام سنة اللي فاتوا هتلاقي الاحتلال عامل عقله بعقل الشجر، وجرف أكتر من 2 مليون شجرة زيتون، لدرجة إن إنتاج الزيتون والزيت الفلسطيني قل كتير عن زمان، ولسه هيقل أكتر طول ما المحتل دماغه صغيرة وتافهة. باسم يوسف في آخر مقابلة مع بيرس مورجان قدم له إزازة زيت زيتون هدية، وقال له ده أفضل زيت زيتون في العالم من الضفة الغربية تحديدا. الشجر اللي هناك عمره أكتر من 600 سنة، والناس اللي هناك حياتهم في الشجر ده. وفي سنة 2019 قرر المؤتمر العام لليونسكو اعتبار يوم 26 نوفمبر من كل عام يوما عالميا لشجر الزيتون، وتم تكريم فلسطين بزراعة شجرة زيتون واحدة فقط في الساحة الأمامية لمبنى مجلس الزيتون الدولي، وكانت تلك الشجرة فلسطينية. جئت إليكم وأنا أحمل غصن زيتون في يدي، وفي اليد الأخرى أحمل بندقية الثأر، فلا تسقطوا غصن الزيتون من يدي. ودي كانت كلمات الرئيس الراحل ياسر عرفات بقاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة. من الآخر كده، كل ما الاحتلال هيقلع شجرة هيتزرع قدامها 10، زي ما بيموت شهيد في فلسطين هيتولد مكانه 100 أخ هياخدوا بطار.